وده بارت 2 من الكحة اللي مش عايزة تسيبك. خلينا نتكلم على شوية نصايح عشان تقللها، ونعرف هل كل الأدوية تنفع لكل الناس ولا في حالات خاصة. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. دلوقتي ممكن اقولك على شوية نصايح تعملها. اشرب سوائل دافية كتير، ابعد عن التدخين، ارفع راسك وانت نايم بالليل عشان الكحة ما تزيدش. وهنا بقى اهم جزء وهو التحذيرات. الاطفال ممنوع منعا باتا ياخدوا ادوية فيها ديكستروميثورفان، لانها بتعمل خمول وممكن تعمل صعوبة في التنفس. الآمن نسبيا هقولك حاجات زي اوبلكس 1 2 3 توسيستوب بس تحت اشراف الدكتور او الصيدلي. طب والحوامل اول 3 شهور ممنوع منعا باتا تستخدمي حاجه فيها كودايين او ديكستروميثورفان، والامن انك تستشيري الدكتور او الصيدلي قبل ما تستخدمي اي دواء، لكن في الاغلب امن دواء بالنسبه لهم هو الاسيتايل سيستين. طب يا دكتوره معظم ادويه الشرب فيها سكر، هنعمل ايه مع مرضى السكر؟ هقولك ما ننساهمش، دولت معمول ليهم ادويه مخصوصه مكتوب عليها شوجر فري. طب ومرضى الكبد والكلى هقولك لازم يبعدوا عن بعض الادويه اللي فيها الكودايين الديكستروميثورفان والكلورفينرامين، لان الادويه دي بتتكسر في الكبد وممكن تتراكم لو في مشكله. اخيرا لو الكحه جاي معاها صفير او ضيق تنفس او البلغم لونه اصفر غامق او في دم، فدي مش كحه عاديه، ديت ممكن تقولي ان انا عندي حساسيه شديده او التهاب رئوي، فلازم تكشف فورا. ما تنساش الكحه مش دايما نزله برد، دي اشاره من جسمك بتقولك ان في حاجه محتاجه تتظبط. اسمعها وافهمها، خد العلاج الصح مش الشائع. دمتم بخير.